غسالة الأطباق. الفخار بيدخل عادي غسالة الأطباق. الصيني، الميلامين. بس زي ما قلت لكم الحروف اللي هي بتبقى الذهبي أو الفضي اللي موجودة في الصيني أو الميلامين، أو لو في رسومات، فالحاجات دي مع الوقت، بس مش مع وقت قليل، يعني مثلا مع كذا سنة بتبدأ الألوان شوية بتاعتها تبهت أو بتروح جزء جزء. تمام. دي الحاجات اللي هي بتدخل غسالة الأطباق. ايه بقى الحاجات اللي ما بتدخلش غسالة الأطباق؟ أول حاجة الألمونيوم، لأن طبعا بيسود. الخشب بيشقق مع الوقت وبيعمل عفونة. التيفال والجرانيت، لان انتوا اصلا لو اشتريتوا التيفال او الجرانيت لو مكتوب عليه ان هو ما ينفعش يدخل غسالة الاطباق، لان بعد فترة اللي هي الطبقة اللي هي بتخلي الاكل ما يلزقش فيهم بتبدأ تتأثر بقوة المسحوق بتاع غسالة الاطباق، وهتلاقوا بعد كده ان الاكل بقى يلزق فيها، والطبقة اللي هي اللي لونها اسود اللي فوق دي بدأ لونها يغير. تاني حاجة السكاكين، عشان خاطر بتبقى يعني زي بتبرد شوية كده، ما تبقاش حاملة زي الأول، خاصة لو فيها مسامير أو حاجات زي كده فبتعمل صدى. ولو هي مش